السلام عليكم شباب، معاكم محمد الشاعر او محمد جيمز. اليوم جايبيكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عن، او هيك احسن، الضوء احسن صح، حيكون عن توب 5 راح تشوفوه بهذا الفيديو. فيمكن هيك اصير اعمل فيديوهات توب 5، طبعا متعب كثير من تدعمونا فيها، فيلا استمتعوا. تنبيه بسيط، طبعا هذا فكرة الفيديو هذا من رأيي الشخصي، فاستمتعوا. طبعا يا شباب، اول لعبه راح تكون كلاش رويال. اللي بيسأل ليش كلاش رويال، يعني هي مش لعبه كثير تقهر، بس يعني صراحه يعني لعبه لما في بعض المواقف بتكون مش بس بتجلط، بتكون يعني انا مرات يعني انا مره كسرت تليفوني عشان بلعب كلاش رويال. والله يعني والله لعبه تجلط تقهر. تعرف يعني كيف انه خلاص تكسر تليفونك منها، يعني انه خلص لعبه بتقهر كثير. يعني انه في بعض المواقف بتكون مثلا خصمك ما فيش اشي برجه يمكن 100 ولا 45 ويفوز عليك. هذا اشي اذا بفهم كلاش رويال، هذا اشي بقار كثير. فيلا ننتقل على اللعبة اللي بعدها. اللعبة اللي بعدها يا شباب، هاي اللعبة اسمها كلور سواتش. اللي يسأل ليش هاي اللعبة كثير بتقهر، يعني صراحة يعني ترى صراحة انتوا شوف كيف يعني انت لما تكبس مرات اكثر من كبسة هيك بتزيد نفسه بتزيد نتفة بتخسر، واذا بتقلل نتفة برضه بتخسر، فايش بجلط يعني صراحة. يعني لما تلعبوها هيك بتلاقي تلعبها كثير تكون تواصل سكور عالي على السريع بتخسر. يعني صراحة اللعبة بتجلط كثير يعني. فبس يلا يعني بس الموهوبين فيها بيعرفوا يلعبوها، بس برضه هاي اللعبة تقهر يعني. ويلا ننتقل على اللعبة اللي بعدها. واللعبة اللي بعدها يا شباب هي رولينج سكاي. برضو هاي اللعبة صراحة يعني نظامها صعب كثير. يعني برضو لعبة هي حلوة بس يعني صعبة وبتقهر كثير. يعني بيكون بيعطوك عدد طابات معين، ويعني أنا صراحة بيخلصوا، هاد بيعطيك طابات كثير بيخلصوا بأقل من دقيقة. يعني إيش بوجهة اللعبة. بعدين الحركات يعني الجرافيكس بيجنن، لعبة حلوة بس ايش هي من افضل الالعاب 2016. بس برضو يعني ما بمنعها انها تكون من الالعاب تقهر. يعني الحركة فيها صعبة وفيها كثير عقبات، يعني لعبة صعبة جدا وبتقهر. انا بنجلط لما العبها يعني بطريقة مش طبيعية. ف اللعبة صراحة كثير بتقهر، وما انصحش حدا ينزلها اذا كان عصبي. ويلا نروح اللعبة اللي بعدها. واللعبة اللي بعدها هي باركو كار. هاي اللعبة صراحة بتجلط كثير تقهر. يعني صراحة يعني أنا مش عارف كيف أصلا هم في ناس بيستحملوا يلعبوها. بيكون هي عبارة اللعبة هيك في عقبات وأنت بتحاول تمشي. يعني شوف كيف مكان ضيق وشرطة بالحقوك، سيارات الشرطة سريعة كثير وأنت سيارتك بطيئة، لازم تهرب منهم. إذا شرطي بيخبط فيك بتتفجر سيارتك وبتخسر، وإذا بتخبط بأي شيء زي ما أنتم شايفين على السريع بتخسر ايش ما كان يكون. والتحكم فيها زنخ وصعب كثير. يعني صراحة لعبة كثير تجرد وتقهر. انا اصلا مش عارف كيف يعني ناس كيف فكر فيها الزلمة، شكله كان مجروط حاب يجلط الناس. فيلا نروح على اكثر لعبة بتقهر. واللعبة اللي بعدها وهي أصعب لعبة تقريبا الكل مجربها والكل ميت من القهر منها، لعبة كات ماريو. يعني صراحة أكثر لعبة بتقهر هي لعبة كات ماريو. صراحة لعبة بتجلط الواحد، يعني هي نفسها مصممة عشان تقهر الواحد. يعني اللعبة صراحة يعني سببت يمكن لأكثر من 1500 واحد عقدة نفسية وقهر. تعرف مين شو قصدي. يعني صراحة هاي اللعبة أنا قد ما أنا خسرت فيها، يمكن مسكت التليفون بلشت فيه خبط على الأرض. وبعدين يعني في لعبة اونلاين على التليفون، في ناس اللي معاك بيعجقوك، ولما حدا ينط يفكر انا وقصة زي هيك. هاي سيبكم منها، القصة هي